سعد محمد سيد الشهير بسعد الحرامي، اشهر بيع فول مصر النهارده مهنه الفول الشعب المصري ما يقدرش يستغنى عنها. الشعب ما يقدرش يستغنى عن مهنه الفول خالص نهائي، لان دي النهارده تعتبر 60% من اكل الشعب المصري. حصلت على الاعداديه سنه 79 في محافظه الوادي الجديد، وجيت على القاهره احترفت المهنه في المستوقد. خدتها وكنت بردم القدره في النار في المستوقد في الرماد. بمسك القدره كده وانزلها الجوره، في حاجه اسمها جوره في المستوقد بردم فيها القدره. المستوقد دوت كنا بنحرق الزباله والبطاريات ونولع بيها ونسوي بيها الفول. جت البيئه طبعا قفلوا كل المستودات اللي على مستوى القاهره. معظم ابناء الوادي الجديد بيشتغلوا في عربيات الفول. هي مهنه كويسه مش وحشه، مربحه نظيفه طاهره وشريفه وزي الفل، ما فيهاش لا اي عيب ولا اي غلط. النهارده احنا بنسوي الفول على البوتاجاز، بنسويه على نار هاديه، والحمد لله نتحدى اي حد يسوي فول زينا. ده فضل من عند ربنا، لان احنا محترفين، او دي مهنتنا من ازيد من 30 سنه. طلب حر النهارده مهنه الفول للاسف ان الحكومه بتحاربها، وبيشيلوا عربيات الفول من الشوارع، وبيقول لك تلوث بصري. تلوث بصري بالنسبه لعربيات الفول. طب والباقي جايين لكل الشوارع مصر. النهارده احنا بندمس الفول بطريقه عاديه جدا، بس هي اللعبه كلها في النار. لعبه الفول النهارده في النار. ازاي انت تتحكم في النار؟ الفوله تطلع لا شيطه ولا مدخنه ولا نيه. الفوله لازم تطلع زي المربى بالظبط. النهارده الناس الدخلاء على المهنه بوظوا حاجه اسمها فول، ان بيسووا وما يعرفوش حاجه عن التسويه. بيحطوا لون، بيحطوا رز، بيحطوا حاجات الالوان، والالوان دي غلط. النهارده احنا كبياعين قدام في مصر نتعدى على الصوابع. الفول الكويس النهارده بيبقى لون الكاكاو، مش واخد اي الوان. معظم عربيات الفول النهارده بتدي لون، معظمها، ومعظم المطاعم على مستوى الجمهوريه بتدي لون. بيجي فول ساده عينيا يا حبيب قلبي. اخبارك ايه يا خالي؟ انت عامل ايه؟ زبون قبل الثوره كان معظم زبوني كله بالليل، وكان مخرجين وفنانين ولاعيبه كوره وقضاه ومستشارين. النهارده انا بعد الثوره اتضربت بالنار في الثوره، وصرت في 28 واحد. قعدت سنه نايم في البيت، قمت لقيت زبون الليل كله للاسف. مفيش زبون من اللي كان بيجيني بالليل موجود. انا كنت بقعد مع زباين الليل ليهم فكر خاص، او ليهم طبيعه تانيه، ليهم دنيا تانيه غير زبون النهار. زبون الليل كان فكاهي، يحب ينزل يصرف. ازيك يا حبيب قلبي؟ يحب ينزل يصرف، يحب ينزل يسهر. استنى شويه في حد جاي لك. ماشي ماشي يا حبيبي، يجي شرف. زبون النهار النهارده جاي يفطر ويمشي مستعجل على شغله، او عايز يجري على شغله. مفيش كلام معاه، او مفيش انك انت تاخد تدي معاه في الكلام. مش جاي يظهر زي زبون الليل. زبون الليل كان يعني ليه طابع تاني خالص، زبون حضاري فاهم الدنيا فيها ايه. اتعلمنا منهم كتير، اتعلمنا منهم الفكر الثقافي والفكر السياسي والامور اللي بتدور في البلد. قبل الثوره كان الشارع هادي بطبيعته، مفيش بلطجه، مفيش قله ادب، مفيش. النهارده معظم الشعب المصري احترف البلطجه واحترف، لانه فهم الحريه غلط. النهارده كل الشعب بقى فريد شوقي، مفيش المليجي خلاص. النهارده تتكلم مع عيل صغير النهارده يقل منك، ما بيبصوش لاي احترام من سن كبير، راجل كبير، ست كبيره، ما بيبصوش لحد ولا بيحترموا حد. كل شباب مصر 90% من الشباب المصري عايزين الحكومه تجيب لهم شقه وتجوزهم
وتديهم 1000 جنيه في الشهر و2000 ومش عايزين يشتغلوا. انا عندي كل موقف مصر، في موقف المرج، في موقف المنيب، في موقف رمسيس، في موقف عبود، معلق مطلوب شباب للعمل باجور 1500 جنيه. والله العظيم ما عايزين يشتغلوا. اللي عايز يجي يشتغل على السكرتيره وعربيه وتديله مصروفه وتجيب له شاي ويقرا الجورنال وياخد مصروفه ويروح. انصحه بايه؟ يرجع لاولياء الامور. اولياء الامور النهارده الشباب كله النهارده للاسف. ايه ده شاب؟ ايه يعني شاب؟ ما احنا كنا شباب وبنشتغل وبنجاهد وتعلمنا مهنه وحرفه. النهارده ما فيش شاب عايز يتعلم مهنه. ما فيش شاب عايز باك يعني هو يجيب جنيه في بيته. عايز ماما وبابا يصرفوا عليه. ماما وبابا يصرفوا. طب اخرة الصرف ده ايه؟ ايه يعني؟ قيادات الدولة تعمل لهم ايه؟ تعمل لهم ايه؟ انا مصاب ثورة، مصاب في 28 نزلت عن الوظيفة والمعاش مقابل انه يعمل لي كشك على مستوى الجمهورية في اي حتة في جبل. يقول لك ممنوع. انا بتنزل لك عن وظيفه ومعاش ب 1200 جنيه في الشهر لان راجل حرفي اعرف اجيب الجنيه واعرف اكسب. مش عايز يعني اخلي الدوله، يعني انا شايف الدنيا واقعه، مش عايز اجهد الدوله او اجهد اقتصادها. بوفر لك، اعمل لي كشك في اي خرابه. ايام حسني، ايام جمال عبد الناصر وايام السادات كان المسجل جنائيا بيعملوا له كشك. احنا دفعنا ثمننا من دمنا ومن حياتنا، وفي الاخر اتنصب علينا، اتنصب على مصابين الثوره من كل حاجه. اصابتي بتر وعجز نظر والبلي هوت في وشي وطالع في رقبتي وطالع في بطني. النهارده للاسف انا باخد كل يوم ابره ب 35 جنيه عشان تضغط الدم يوصل للمخ ويوصل للرجليه. النهارده للاسف اجيب منين؟ خلي البلديه تيجي تشني، هتشني البلديه. اكل منين؟ واشرب منين؟ واتعالج منين؟ الحكمه اللي اتعلمتها من الشارع، بعامل كل واحد بلونه وباخد كل واحد، معلش بعد احترامي كل الناس على قد عقله. لانه النهارده انت ما انتش فاهم اللي جاي ده قدام منك ايه، بياع ولا قاضي ولا مستشار ولا فنان. فبعامل كل واحد على لونه او بعامله معامله كويسه. لازم يتعامل الزبون يتعامل معامله كويسه عشان يرجع تاني. لازم يكون عندك ضمير وامانه عشان تقدر تاكل الناس. ما عندكش لا امانه ولا ضمير، فحرام عليك تشتغلها. حرام انك انت تشتغل في المهنه ديت، لان الامانه بتوصل للنظافه، بتوصل للطهاره وعدم الكذب فيها. هتكذب مش هتلاقي فيها حاجه، هتلاقيها انقرضت منك. حار طلع خالي اهو، 2 حار ماشي. احلم بمصر حياه كريمه، لقمه عيش كريمه. النهارده اطالب اي مسؤول جاي، بص للشعب، بص الشعب عايز ايه ومتطلباته ايه. اللي ما بصش للشعب ولقمه الشعب ينزل مع الكرسي ايا كان جاي.